السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم فيه على سمارت ليد، وهي واحدة من أهم الأدوات اللي أنا بستخدمها في الجو تو ماركت انجينيرنج لأسباب عدة. منها التسعير بتاعها كويس، منها إن أنا بنيت عليها كامبينز كتيرة ومريحاني، وهي أداة زي أدوات كتير ممكن تكونوا سمعتوا عنها زي انستنتلي، زي ليمليست. كل واحدة منهم ليها مزاياها وعيوبها، بس أنا بالنسبة لي سمارت ليد هي الأداة الأفضل أتكلم عليها. يمكن ليمليست أنا شايف إن هي ممكن تكون أفضل شوية في جزئية المالتي تشانل، إن هي بتقدر تساعدك في إن أنت تربط الإيميل باللينكدين بالواتساب، فتعمل كامبين مالتي تشانل بتربط بيها 3 قنوات. ولكن إشكاليتي مع الليمليست إن هي غالية شوية. ف instantly وسمارت ليد هم زي بعض، انا شايف ان هم competitors، يعني identical، شبه بعض جدا. ولكن انا ميال اكتر لسمارت ليد، ولكن في الاتنين بيقدموا نفس الفيتشرز يعني. تمام. فلو دخلت على الموقع هتلاقي ان سمارت ليد بيقدم مجموعة من الحلول، منها سمارت بروسبكت، فانت تقدر تجيب ليدز، فتجيب ايميلات الناس اللي انت عايز تبعت لهم من جوه سمارت ليد. وعندهم داتابيز تقريبا فيها 300 مليون ايميل معمول له فيريفيكيشن اوريدي. سمارت ايجنتس، فانت تقدر تكريت اي اي ايجنت يرد على الايميلات كمان، فانت بتبعت الايميل ولما حد يرد عليك فالايجنت يرد عليهم، فانت بتقدر تعلمه. وهتكلم عليها في فيديو لوحده. سمارت انفراستراكشر، تقدر تقدر تشتري سيرفر بتستخدمه انت بس، فده بيحسن في الدليفرابيلتي. سمارت دايلر دي حاجة جديدة برضو، ان انت تقدر تتصل من جوه البلاتفورم، فتبقى واقف على ليد بعت له ايميل ما ردش عليك، فتجيب رقم تليفونه وتتصل بيه. تمام. عندك هنا اوبشن ان انت تعمل وارم اب بشكل افضل. البريميوم وارم اب برضو دي هنتكلم عليها. سمارت سندرز، ان انت تقدر تجيب الانفراستراكشر، تجيب الدومينز وتجيب الايميل اكونتس من جوه سمارت ليد. سمارت ديليفري، تعمل بليسمنت تيست، فتبدأ تجرب كامبينز وتشوف مين من الايميلات اللي انت بتبعتها بيلاند في السبام، فيديك سكور على كل ايميل وعلى كل دومين. نسبة الايميلات اللي بتنزل في الانبوكس نسبتها كام. يونيفايد ماستر انبوكس، هو انبوكس بيجمع كل الرسائل اللي بتجيلك في انبوكس واحد. فيريفيكيشن، فتفيريفاي ان الايميل صح ولا لا. الايميل فولو ابس، فانت تبعت الايميل والفولو ابس بتاعتها. والاي بي ايز، وان انت تقدر تربط سمارت ليد بادوات تانية. فالفيتشرز اللي السمارت ليد بيقدمها على التسعير بتاعه، انا شايفه ان هي خطيره، خطيره جدا. فهنهي الفيديو هنا، وهبدا اخش جوه البرودكت واعمل اوفر فيو جوه البرودكت على الفيتشرز، وافصص كل فيتشرز لوحدها. فاشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم.